السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. النهاردة جايبه لكم فيديو جديد وهو طريقة عمل الانجليش كيك بالفواكه المجففة. جربوها بالطريقة دي. عايزة اقول لكم ان الكيكة طالعة حلوة جدا ومظبوطة. جربوا الطريقة دي وامشوا بالمقادير اللي انا عاملاها وان شاء الله هتطلع معاكم الكيكة ناجحة جدا. ولو اول مره تشوفوا قناتي ولسه ما اشتركتوش في القناه، اتمنى ان انتوا تدعموني وتشتركوا في القناه علشان قناتي مش هتكبر غير بدعمكم ليا. ونبدا الفيديو مع بعض. اول حاجه بعملها اول ما هبتدي الوصفه ان انا هفتح البوتاجاز بتاعي على درجه حراره 180 درجه، وهحط الشبكه على الرف الوسطاني وهبدأ الوصفة. أول حاجة هجيب 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. طبعا كل المقادير اللي احنا بنستخدمها لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. وهضيف على البيض ربع كوباية من اللبن وربع كوباية من الزيت. طبعا هتكون الكوباية المعيارية هي نفسها اللي هنستخدمها في كل المقادير. وهضيف عليهم معلقة كبيرة من الفانيليا وهضرب المكونات دي كده مع بعض حوالي دقيقتين. ده كده هيبقى شكل الخليط بعد الضرب. بعد كده هجيب نص كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة وهضيفها على الخليط، وكمان هجيب كوباية الا تلت من السكر، سكر عادي مش سكر بودرة. عايزة اقول لكم ان مقدار السكر ده مظبوط جدا. وهنخلط كل المكونات دي مع بعض لحد ما نلاقي خلاص السكر داب. وده كده هيبقى شكله. بعد كده هنجيب كوباية وربع من الدقيق المنخول، هننخله مرة او مرتين زي ما تحبوا، بس هو طبعا كل ما يتنخل كل ما بيدي نتيجة افضل للكيك. وهنضيف على الدقيق معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح وهنقلبهم مع بعض. بعد كده هنضيفهم على الخليط وهنخلطهم مع بعض بعد ما نحط الدقيق بالتدريج. وده كده هيبقى شكلها بعد ما خلطنا كل المكونات مع بعض. بعد كده هنجيب كمية الفواكه المجففة اللي احنا عايزينها، عايزين تحطهم كوباية او نص كوباية زي ما تحبوا، وهنحط عليها معلقة كبيرة من الدقيق علشان نضمن ان الفواكه دي ما تهبطش. وهنضيف الفواكه دي على خليط الكيك ونقلبهم مع بعض. وبكده الخليط بقى جاهز. هنجيب قالب الكيك اللي هنعمل فيه وهندهنه زبدة كويس جدا. بعد كده هنحط الخليط في القالب وهندخله في الفرن على درجة حرارة 180 درجة. طبعا زي ما قلت لكم ان احنا بنكون مسخنين الفرن قبل ما نبتدي في الوصفة على الرف الوسطاني. هتاخد معاكم حوالي 40 دقيقة. وهنختبر السوا بتاعها بالخلة. هنجيب خلة ونحطها في نص الكيك، لو طلعت الخلة نضيفة تبقى خلاص كده الكيكة استوت. طبعا لو في عندكم مروحة في البوتاجاز بتشغلوها. وده كده شكل الكيك بعد ما طلع من الفرن. عايزة اقول لكم ان هو حلو جدا وهشه هيعجبكم ان شاء الله جدا. طبعا بتسيبوه لما يهدى شوية وبعد كده بتقطعوه. هستنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.